السلام عليكم. هو أنا إزاي ما كنتش باعمل الفطاير بالطريقة الصحية دي؟ 3 حاجات هيخلّوا الفطاير بتاعتكم صحية جدًا ومغذية وتتاكل حاف. يالّا بينا على طول وبأسهل وأسرع طريقة. أول حاجة جبت كيلو دقيق، الدقيق ده لجميع الاستخدامات أو دقيق استخراج 72، المهم يكون يعني دقيق قوي. وشِلت منه نُص كوباية، كوباية إلا ربع على جنب كده يعني علشان المَيّة لو زادت مننا نقدر يعني ننقذ الموقف. بعد كده حطيت نُص معلقة ملح وقلّبتها كويس، وكمان معلقة خميرة ونُص معلقة بيكنج باودر. وأول مفاجأة معانا أو أول حاجة هتعلّي القيمة الغذائية جدًا العسل. العسل الأسود ده يا جماعة بقى مع الفطاير حاجة كده تحفة وبديل للسكر. وتاني حاجة الزبادي، حطيت معلقتين عسل كبار وعلبة زبادي كبيرة اللي هي يعني تعتبر علبتين من الصغيرين اللي 200 مللي. وبعد كده حطيت بقى كوباية مَيّة بس شوية بشوية، إحنا متعودين إن إحنا ما بنحطش المَيّة كلها مرة واحدة، يعني بنحط شوية ونعجن وبعدين شوية ونعجن لحد ما نشوف العجينة هتاخد مننا مَيّة قد إيه. عشان إحنا خلاص عارفين إن أنواع الدقيق بتختلف عن بعضها، في دقيق بيبقى نوعه بيمتص مَيّة كتير، في دقيق لأ، يعني حسب إيه النوع بتاعه. شايفين بقى أنا باحط شوية مَيّة بشوية مَيّة صغيرين إزاي؟ هي أخدت مني حوالي كوباية إلا ربع من المَيّة. طبعًا إحنا حاطين سوائل تانية زي العسل الأسود وكمان حاطين زبادي. المهم بعد كده بقى هاحط المادة الدهنية، المادة الدهنية دي ممكن تكون زيت أو سمنة أو زبدة، أنا حطيت سمنة بلدي نُص كوباية. وخلاص كده حسيت إن العجينة في إيدي بقت زي الفل. شوية المَيّة اللي اتبقوا أهم، وكمان الدقيق إحنا ما احتاجناهوش، يعني هي أخدت كيلو إلا نُص كوباية دقيق. بعد كده بقى قعدت أعجن قد إيه، حوالي مثلًا 10 دقايق، ربع ساعة، قعدت أعجن بصراحة لحد ما إيدي وجعتني. لو أنتم عندكم عجان هيسهّل عليكم الدنيا خالص، يعني ممكن ياخد منكم مثلًا 7 دقايق، 8 دقايق، 10 دقايق بالكتير. واسيبها بقى على جنب كده حوالي ساعة تخمر. بعد كده بقى عشان أحضّر الحشوة، جبت على نار متوسطة معلقة سمنة بلدي كبيرة كده، وقُلت أمّا أحط فيها العجوة. ما كانش عندي عجوة مفرومة جاهزة، كان عندي بلح وكان باقي من رمضان وكنت حاطاه في علبة كده في الفريزر من غير النقع. رُحت مطلّعاه وأول ما فك نزّلته على طول في السمنة البلدي دي وقعدت أقلّب لحد ما ساح خالص وبقى عامل زي العجوة بالضبط، شايفين؟ أي نعم طبعًا تعبني شوية يعني، أنتم لو عندكم عجوة مفرومة جاهزة يبقى أحسن كتير، بس أهو قضّى الغرض. بعد كده بقى أول ما برد شوية رُحت عاملاه كده زي كفتة الرز عارفينها، صبّعته كده علشان يبقى قد الفطاير بتاعتي بالضبط. يا نهار أبيض! الفطاير دي بقى فيها كام حاجة كده صحية، عشان كده باقول لكم يعني هي صحية جدًا، العجوة بقى والزبادي والعسل الأسود، يعني شوية حاجات كده جميلة بصراحة. والعجينة خلاص خمرت، تعالوا بقى نشكّلها، نشكّلها أي أشكال. أنا بصراحة باحب شوية أشكال كده بسيطة جدًا في تشكيلها، وكمان يعني ممكن تتعلموها بمنتهى السهولة. كوّرت بقى كل العجينة بتاعتي كِوَر متساوية وفردتها بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. على فكرة النشابة اللي في إيدي دي من محل المستلزمات الحلوانية يا جماعة، رخيصة جدًا وبتسهّل علينا حاجات كتير أوي، وخصوصًا لو أنتم بقى بتحبوا المعجنات زيي. المهم بقى حطيت زي ما أنتم شايفين العجوة، وقطّعتها كده زي ما شُفتوا، وقفلت الطروف بتاعتها كويس أوي. هاقول لكم واحدة تانية، بس نشيل دي على جنب الأول. هاجيب حتة العجينة وافردها زي ما أنتم شايفين كده بالنشابة لحد ما يبقى سمكها رفيع شوية، السمك اللي أنتم شايفينه ده، وهاحط العجوة وألفها عليها لفتين 3 وأقطّع الحروف بتاعتها من نُص العجينة بالضبط وألفها عليها. وهاتوا بقى الصواني الألمونيوم الجميلة دي اللي ممسوحة مسحة زيت خفيفة ورصوا فيها بقى المعجنات بتاعتكم. لو الشكل اللي فات ده صعب شوية تعالوا بقى نعمل شكل أسهل شوية. فردتها زي ما أنتم شايفين وحطيت العجوة بقى بس بالطول كده ولفيتها عليها وأعملها زي شكل الترسة لو تعرفوه. هاقفل بس أهم حاجة الحروف كويس أوي عشان ما تفتحش أثناء الخبيز، وهالفها على بعضها كده، وهاجيب بقى أي مقص أو سكينة وأقطع الحروف زي ما أنتم شايفين كده. أظن سهلة جدًا. وأكون محضّرة صينية تاني ممسوحة برضه بالزيت ويا ريت يكون ألمونيوم زي ما قُلت لكم، وهنعمل كل شكل في صينية لوحدها. ليه؟ علشان كل تسوية ممكن تختلف عن التانية. ولو الشكل التاني برضه صعب، يعني الشكل الأولاني والتاني صعبين، تعالوا بقى نعمل أسهل شكل ممكن تعملوه. عارفين القطايف بتاعة رمضان؟ هنفرد بقى قطعة العجين كده زي ما أنتم شايفين، زي ما فردنا الأولانية والتانية، وبعدين هنحط العجوة في النُص زي ما أنتم شايفين ونقفلها زي القطايف بالضبط. بس أهم حاجة ندوس على الطروف كويس ويا ريت بشوكة عشان تقفل كويس. والله أسهل شكل ده أحلى شكل. المهم برضه في صينية لوحدها عملنا نفس الشكل مع بعضه، وخلاص ال3 صواني خلصوا. هاسيبهم بقى يخمروا حوالي نُص ساعة، ساعة إلا ربع يخمروا للمرة التانية، وده شيء مهم جدًا. وعلشان الوش بقى يبقى محمر كده وجميل، هاتوا بقى شوية حليب، شوية حليب نُص معلقة نسكافيه عليه أو حتى صفار بيضة، أي حاجة من ال3 هتنفع وتبقى زي الفل، وادهنوا الوش كويس جدًا. وطبعًا إحنا مشغّلين الفرن مثلًا بقى له ربع ساعة على درجة حرارة عالية جدًا. المعجنات لازم تتحط في فرن سخن جدًا، وما نحطش المعجنات إلا لمّا توصل درجة حرارة الفرن للدرجة المطلوبة اللي هي 250، ولو عندكم أعلى كمان. وتراقبوا الفطاير بتاعتكم يا جماعة، وأول ما تحمر من تحت تشغّلوا الشواية، لكن لو الفرن بتاعكم بمروحة هتستوي من تحت ومن فوق وتاخد نفس اللون في نفس الوقت. بعد كده غطيتها زي ما أنتم شُفتوا علشان تفضل طرية شوية، وهتاكلوا بعد كده أحلى معجنات ممكن تعملوها. أولًا قيمة غذائية عالية،
ثانيًا عمايل إيديكم ونضافة وحاجة كمان اقتصادية وعلى قد إيدينا أوي، برغم الحاجات اللي حطيناها، بس برضه أرخص من اللي بنشتريه جاهز. شايفين جمالها؟ شايفين قد إيه هي هشة وكمان طرية من جوّه جدًا، وريحتها بقى مش قادرة أقول لكم حلوة قد إيه. شايفين حاجات كده جميلة بصراحة، يعني ممكن تعملوا الكمية دي كلها وتاخدوا مثلًا نصها تحطوه في الفريزر كده في أكياس وتطلعوها لفطار، لعشا، سناك بقى، أي حاجة في الlunch box للولاد في المدرسة، وإحنا رايحين المصيف كده، حاجة كده في منتهى الجمال وقيمتها الغذائية عالية وأرخص كتير أوي زي ما قُلت لكم. يا رب تكون عجبتكم وتقولوا لي رأيكم إيه وبمنتهى الصراحة، وكمان ما تنسوش اللي أهم من كل ده إن إحنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة، وألف هنا وشفا.